يا صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض كب كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة اللامع اللي هيعجب كل الأطفال. هنعمله بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت، وكمان سريع وناجح إن شاء الله. يلا بينا على الطريقة، هسيب لكم المقادير على الشاشة. معايا 3 بيضات وفانيليا وكوباية وربع سكر، كوباية حليب، تلت كوباية الزيت، والبولة اللي هضرب فيها المكونات بتاعة الكيك. زي ما عودتكم كل بيضة بفتحها لوحدها علشان لو في بيضة فاسدة ما تبوظليش الخليط بتاعي. بس كده، بعد كده هقوم ضربهم بالمضرب الكهرباء، وبعد كده هضيف الفانيليا، ولو ما فيش مضرب كهرباء ممكن بالمضرب السلك عادي جدا. بعد كده هضيف السكر والزيت واكمل في الضرب، بعد كده الحليب واكمل في الضرب. هحضر كوبايتين الدقيق وانخلهم فوق الخليط اللي انا عملته قبل كده، وفوقهم نص كوباية الكاكاو انخلها برضو، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. كل ده هنخله مع بعضه، وبعدين هقلبه بالمضرب لحد ما يوصل للقوام الناعم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعد كده هتجهزي الصينية بتاعة الكب كيك، ورق الكب كيك هترصي فيها، ولو الورق رفيع ممكن تحطي ورقتين مع بعض بحيث ما يتلسعش في الفرن. هبدأ أوزع العجينة بالمعلقة المعيارية بتاعتي في ورق الكب كيك، بمليه لحد النص بس علشان لسه هيرتفع لما يستوي، وأدخل الصينية في فرن مسخنة قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. بعد كده هختبره بعود شيش طاووق خشب. شوفوا ازاي ما شاء الله ناجحة جدا ومنفوخة جدا. هضيف كوباية سكر على نار هادية جدا، وابدأ اجهز صوص الشوكولاتة بتاعي. مش هحركها وهسيبها لحد ما الاقي حبيبات السكر من تحت دابت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها على النار هادية خالص، مش هقلبها. اول ما الاقي وصلت للمنظر ده، بالمعلقة السيليكون بتاعتي او بالمضرب السلك هبدأ اقلبها بالراحة خالص بحيث حبيبات السكر اللي على الوش تنزل تحت والكل يدوب بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعدها اجيب 3 معالق كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وانزلهم فوق السكر بتاعي واقلبهم، وهتلاقيها بتغلي، سيبيها تغلي مفيش مشكلة. بعد كده هضيف علبة قشطة او علبة ونص لو انتوا عايزينها دسمة قوي، واكمل في التقليب لحد ما القوام كله يبقى متجانس معايا بالشكل ده. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وده بيغمق اللون خالص وبيديها طعم روعة. هقلبه واطفي النار عليه واسيبه بس يهدى دقايق بسيطة. بعد كده هبدأ ازوق الكب كيك بصوص الشوكولاتة ده وهو لسه دافي، وازوقه على طول قبل ما يبرد علشان لما بينشف الزوق هيقع من عليه، وممكن ما تزوقيهوش خالص وتسيبيه كده هو لامع وبيحكي عن نفسه. بس كده، وتعالوا نتفرج على الطراوة بتاعتها. انا هنا دي مزوقاها بالبندق المبشور، وهنفتحها مع بعض ونشوف شكلها ازاي طري من جوه وقد ايه طعمها حلو وهتعجب الاطفال جدا. مستنياكم تعملوا الوصفة وتكتبوا لي تعليقاتكم. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم ندى جمال.